رحيم، اهلا وسهلا بيكم في منشور جديد من اسد معابد مصر. اسد معابد مصر اللي هو الكرنك. مرحب بيكم، اهلا وسهلا في اسد معابد مصر. في الابت سوت. عندنا هنا صالة الاعمدة، وصالة الاعمدة طبعا كلها قصص وكلها حكايات وكلها روايات. فحضراتكم من المعلومة البسيطة النهاردة، في عجالة بسيطة عاوز أقول لحضراتكم. الطائر ده اللي بتشوفوه دايما على أعمدة المعابد اسمه طائر الرخيت. الرخيت ده كان منتشر بكثرة، فالكثرة دي صوروها على إنه هو رمز العامة من الشعب. فبالنسبة للعامة من الشعب كان اسمهم رمزوه في العصر الفرعوني، لكن هم رمزوا له رمزوا العامة بتاع الشعب كله يعني بطائر الرخيت. فاحنا لو قرينا هنا هنقول نبرخيت دوات، يعني كل العامة من الشعب. ايه دوات ديت؟ يتعبدوا لمين؟ هنا الرمسيس الثاني. طب ليه مثلا ما عملهاش مثلا نبرخيت دوات امون رع مثلا؟ لا، لانه كان في العصر الفرعوني المصريين القدماء عبدوا كثير من الآلهة. يعني عندنا في مقبرة تحتمس الثالث أسماء حوالي 741 معبود، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان الوسيط ما بين الآلهة دي كلها والشعب الملك. لازم يعملوا العبادة دي، يعبدوا الملك عشان خاطر هو يعني ايه يقربهم الى الآلهة. ولما متى رضي عليهم الملك، يعني عندنا صيغة اسمها صيغة الحتب دي النسوء. الحتب دي النسوء على مقابر النبلاء، يعني متى رضي الملك هيهب الحياة لمين؟ لصاحب المقبرة. ودي دايما الصيغة هتلاقيها فين؟ على جدران المقابر، في مقابر النبلاء في البر الغربي لتاج الحضارات الأقصر. لكم جميعا كل التقدير والتحية، وأهلا بكم وسهلا في زيارة تاج الحضارات الأقصر وأسد معابد مصر. شوف حضرتك جمال الألوان، شوف المناظر، الشبابيك عشان دخول التهوية والإضاءة. شوف الألوان اللي كانوا يصنعوها من الأحجار المصفونة ومن الحنة ومن أكاسيد الحديد المختلفة. شوف حضرتك وبص وإيه، استمتع. ولما تاجي هنا الأقصر، أهلا وسهلا بحضراتكم بزيارة تاج الحضارات الأقصر. محدثكم المرشد السياحي جمال سعد، أهلا بكم وسهلا.